حتى هدرت معايا مرة، وهذيك المرة كانت خالتي حليمة اللي كانت جارتي عن دار بيت شيخي. قالت لي سميرة ياك؟ قلت لها ايه تفضلي. شكون؟ قالت لي انا حليمة جارتك نتاع زمان. انا فرحت بها بزاف وهي تاني. المهم هدرنا وقصرنا. من بعد قالت لي سميرة انا دركا راكي انتي دركا راكي مخطوبة. قلت لها لا لا خالتي. قالت لي والله يا بنتي راهو كاين واحد قاصد الحلال، هو كان متزوج من قبل وعمره 35 سنة، اذا راكي حابة نخبره. قلت لها ايه ان شاء الله، نشوف مع روحي ودارنا ونرجع لك. قالت لي ايه باذن الله. انتي شحال في عمرك؟ قلت لها 22 سنة. قالت لي اوكي، هذا ما راهو يحوس. المهم هدرت مع دارنا، ماما جاتها نورمال، مي بابا ما قبلش وقال لها يكفي ما زوجتها بعيد وتحقرت بعيد عليا، ما نعاودش نرجع الغلطة نفسها. بعد ايام رجعت لي خالتي حليمة وقالت لي راهو سول عليك ناسك نتاع بكري وقالوا له مربيه بنت فاميليا وهو راهو حاب يتقدم يخطب. قلت لها مرحبا به. هي مات وجانا مع دارهم وخالتي خالتي حليمة. بعد المشاورة تاع بابا قال لهم نتردوا في الخبر. كي راحوا بابا ما حبش وقالنا ما نمدش بنتي نخاف تتغبن معاه. ماما قنعته بالسيف باش قبل ما يفوق قلبه، يعني ما كان حاب. انا كان عاجبني الراجل بزاف، كان شباب وحتى كورو ديكور ما شاء الله. بعد سيمانة عيطونا وسقساو الى قابلين، قالوا لهم دارنا قابلين. يما زغرتت في التليفون كانت بزاف فرحانة. المهم تفاهموا على يوم الخطبة. في الليل عيطت لي خالتي حليمة قالت لي بالبركة عليك وان شاء الله تكتب لك. مي حابة نقول لك خليها سر باش تصدق، يعني باش ما تفسدلكش، باسكو راهو فوزي ماشي حاب الكشفة، يعني ما هو حاب حتى واحد يسمع، حابها في السترة. قلت لها ان شاء الله ما يكون غير خاطرك. قالت لي صدقيني والله ما عرفتك تبدلتي بزاف وزينتي، تقول ماشي كامل سميرة نتاع زمان، والله غير ما شاء الله. المهم جاز يوم الخطبة، جوزت 5 شهور غير نشري في جهازي. كي قرب يوم زواجي عرفت ياسمين وسامية في آخر سيمانة وكذبت عليهم على أساس أنه صارت الخطبة وتحضير زواج كامل في سمانتين برك. وكنت متفاهمة أنا وخالتي حليمة على كلمة واحدة، باسكو خطيبي ما كانش حاب الشيعة، يعني ما كان حاب حتى واحد يسمع. كل شيء كان حابه في دقيقة الأخرانية، ما كنتش عارفة وعلاش هذا السرية. ما كنتش نهدر معاه في التليفون، حتى نيميروه ما نعرفوش، ماشي عاطيهولي، يعني زواج تقليدي. المهم جاوني 6 طوموبيلات باش يدوني أنا وأهلي الولاية اللي كنت رايحة نزوج فيها، واللي هي ولاية طريقي الأول. داونا لدار شابة قعدنا فيها ضياف حتى يوم الزواج. زوجنا وفي ذيك يعني تزوجنا في هذيك الدار يومين، ورحت عقدت وانا وراجلي في البلدية. غير جيت خارجة شفت خو مراد كان جايز، انا شفته هو ما شافنيش. ثم حسيت قلبي يضرب وحكمتني كرشي. حسيت بنفسي ما زلت نعشق فيه، يعني ما زلت نعشق في طليقي، من الرغم انه جماله عادي على راجلي اللي كان كور وديكور عليه بزاف حتى. المهم الغدوة من ذاك رحت عند الحفافة ورجعت لبست كراكو ديالي وقعدت نستنى في الكورتاج حتى جاو خرجوني كشغل أول مرة نخرج فيها عروسة. حسيتها في ذيك الوقت كأنه عروسة جديدة، قلبي يخبط، والخلعة اللي جامي حسيتها مع زواجي الأول. رحنا للصالة. رحنا للصالة وتقول لنا تقول لي انت عرسان جدد. تصدرت وبعدها جاني راجلي للشومبرا اللي كنت فيها بلا روب بلونش، شدني من يدي وخرجني نتمشى معاه كيما السلطانة. قعدنا مع بعض وتصورنا، وبعدها لبس لي الخاتم ولبست له انا ثاني الخاتم، وجابوا الحلوى وقطعناها وشطحنا. الحقيقة كل هذا ما جوزتوش مع راجلي الاول. بصراحة حسيت زواجي او عرسي مع الزوج الثاني بزاف فور حتى. المهم غير خلصنا داني ورحنا للوتيل، صلينا وقعدنا حكينا
شويه كنت حاشمه منه بزاف، وهو كان يهدر معايا غير بالظرافه والحنانه. ما فقتش كيفاش فاتت هذيك الليله كامل، تقول سحرني. جوزنا ليله بزاف شابه. في الصباح قال لي تصدقيني نقول لك بلي كنت متزوج من قبل ما حسيت معك وكأنها اول مره، اول ليله دخلتي. انا تفاجأت كي قالها لي باسكو حسيت روحي ما كنتش مليحه معاه كيما هو. المهم فطرنا فطور الصباح ورحنا عند دار باباه. جوزنا نهار كامل مع اهلي واهله. والغدوة من ذاك رحنا شهر عسل لعنابة. جوزت معه أروع أيام حياتي. من بعد رجعنا وداني لداري. كنت بزاف شابة ومجهزة كيما نحبها، يعني ربي عطاني على قد قلبي كيما كنت حابة كل شيء. بعد يومين عيطت لي سامية، قالت لي بصحتك، في التصديرة كنتي شابة بزاف، وياسمين غارت بزاف منك، تقول بهلولة وش بها هذه ديتي لها راجلها؟ قلت لها هي توجور معايا هكذا، ما عرفتش وش بها. قالت لي ايه انتي عيشي حياتك وخليك منها. من بعد قالت لي على بالك يا لاله مع مراكي؟ قلت لها ايه معاه من؟ قالت لي هذاك فوزي الشباب اللي كانوا نسى بزاف هابلين عليه، مي هو كان مع شاهيناز معشوقته اللي في التالي طلقوا على سبب ما نعرفوا شنو هو. قلت لها ايه عندك الحق، هو شباب الله يبارك، ومم هي زلة ما شاء الله، شفتها في الفيسبوك. وغير لوستي اللي قالت لي هذيك طليقة خويا. قالت لي وعلاش وراتها لك؟ قلت لها ايه، قلت لها لا لا انا اللي وريتها لها وسقسيتها، يعني قلت لها شكون هذه كي شفتها متصوره مع جوزتي. قالت لي من بعد نهضروا راهو جا محمد يا باي باي. قلت لها اوكي وكوبات. وانا رحت لشغلي. جوزت ايام بزاف مليحه مع راجلي، كان حبنا كل يوم يزيد. حتى واحد النهار عرفت علاش فوزي طلق مع مرته شاهيناز، هو انه كانوا على علاقه حب وكانوا يرقدوا مع بعض كما الازواج في الحرام. حتى واحد النهار يعني فقدت شرف نتاعها، هي راح خطبها وبعد شهور عقدوا. كان خصهم غير العرس، حدوا له موعد ديالو بعد ما يخدم الدار. قعد وقت كبير وهو يخدم فيها على حساب ظروفه المادية، ما كانش تسمح له يعني باش يكملها في وقت قصير، على خاطر في وقتها كان خدام خضار، ما كانش يخلصوه مليح. قعد مع خدمة الدار 4 سنين. كان كل يوم يتلاقى مع شاهيناز في دار صاحبه، كان مثلفها له حتى وين حملت منه. مي كي خافت من أهلها طيحت البيبي. فوزي غاضوا الحل منها وقالها ياك رانا متزوجين وعلاش طيحتي وليدي؟ هي قالت له ما راكش حاب تبهدل بيا قدام دارنا. قال راهي ترقد معاه، ما صبرت حتى نمر العرس. فوزي داوسها يعني تهاوشوا ونايفها لمدة شهر ونص. وكي جا عيد ميلادها دالها كادو وراح لها في الليل على 12 تاع الليل باش يعطيها الكادو تاعها ويتسامح معاها. حتى كي وصل لدار باباها ما صابهاش. قالوا له دارهم راهي معاك؟ قالت لنا راني مع فوزي عند دار اختو. هو قال لهم ما راهيش معايا، ديجا عندي شهر ونص ما شفتهاش، غير كي نشوفها من بعيد برك. ما نهدروش كامل. اهلها ماتوا بالخلعه. قالوا له كل يوم معاه من راهي تروح مالا كي ما هيش تروح معاك. قال لهم عيطوا لها وسقسيوها. كيما كان الحال عيطوا لها وهي كذبت عليهم وقالت لهم راني مع اخت فوزي. فوزي هدر معها وقالها وينك؟ هي كي خافت قالت له راني عند صاحبتي في ريال، وكذبت عليهم باش ما يحوسوش عليا. وفوزي راح سقسى صاحبتها هذه اللي حكيت له عليها، وقالت له صاحبتها قالت له ما كانش منها، قالت له راهي تخرج مع واحد واسمه وليد عندها معاه 5 شهور. فوزي راح لها للعنوان اللي عطاته له في ريال صاحبتها، وثم كانت الصدمة تاع الصح. لقاها مع وليد صاحبه في الدار. هو غير شافها ما لقيتوش تهدر، ومام وليد ما لقى وش يهدر. سقسى فوزي قال له شكون انت؟ قال له فوزي ما جاوبوش يعني بقى ساكت وخرج
ديريكت من الدار. ايامات وطلقها فوزي وكمل بنيان الدار تاعو عادي كشغل ما صرا والو. من ورا البنيان تاع الدار كي كملوا فتح حانوت لبسه تاع رجال. بعد 9 شهور حب يتزوج، حتى جا مكتوبي وكان من نصيبي. هاد الحكايه حكاها لي هو، وانا حكيت له على طليقي. هو قال لي صدقيني نصارحك طليقتي شاهينات شابه بزاف، ما كانش لي ما يتمناهاش، مي كي عاشرتك انتي وعرفتك انتي خير منها. قلت له ربي يحفظك، مي في واش بالذات يعني؟ قال لي في كل شيء، نرتاح معاك نحسك متجاوبة معايا. مي هي لا انتي ظريفة متواضعة رزينة، مي هي متكبرة وذكيلة في القلب. صحيح حبيتها وعشقتها، وسبب فراقي بها خيانتها، مي لو كان تعرفت عليك في وقت علاقتي بها بلاك كنت نخونها معاك، باسكو انتي صح مرا نتاع دار ولي نتمناها. كان يهدر مرتاح صح من همها. المهم كان كل مرة يخرجني معاه زمان الصيف نروح نحوسو. حتى واحد النهار عيطت لسامية نسقسي على اخبارها، قلت لي غير سكتي برك، راهو مراد ديما في المشاكل مع مرتو. قلت لها يا لطيف وعلاش؟ قالت لي والله ما راني فاهمه والو. المهم كانت ساميه كل خطره تقول لي راهو معاها في المشاكل، والصدمه كانت ياسمين هي اللي تحرض فيها عليه، حتى وين بدا يضربها ويحاوزها. ونهار عرف انه ياسمين هي اللي كانت تحرض في مرتو عليه فضحها قدام راجلها سفيان، وكبرت كبيره. سفيان ضرب ياسمين وهي ما سكتتش وعايرت مراد، قالت له عندها الحق مرتك سميرة كي خلاتك وراحت تهنات منك، وراهي متزوجة شيكورك. فوزي بن فلان مول حانوت اللبسة مراد ثم وين عرفني باللي راني متزوجة غير حذاه. مي مسكتش الياسمين وعايرها قالها لو كان تعرفي مرتي سميرة وعلاش طلقتني تهملي، باسكو صح مرة ونص. يا ما شكيت لي وهدرت معايا مي لقيت الطلاق اسهل، راحة ليها لخاطر صح انا بهلول وكنت اعمى من جهتها وجهة كلامها، واليوم تستاهل ربي هنها مع هذاك الراجل يستاهلها. طفرت فيا انا اللي خسرت فحلة وتزوجت بهلولة كيما هذه. المهم كبرت كبيرة وتنيفوا الخوا بين بعضهم، ومراد حاوز مرته لدارهم، غير اهلها رجعوها وطلبوا منه السماح. ياسمين من بكري تاع مشاكل، وراجلها كره منها اصلا، موالفها ما عنده ما يدير معاها، مخليها غير على جال الذراري ما حبش يتمهم. سامية خرجت بدارها وحدها وتهنيت مع راجلها وذراري ولادها. كنا نزوروا بعضنا خطرات. انا عشت زواج مع فوزي 8 شهور وحملت بطفلة. سمعت شاهيناز فوزي سمع باللي شاهيناز تزوجت مع واحد كان معرفة قديمة. قال لي وقيلة يا سميرة انه هذا الفجرة كانت خاينتني من بكري مع هذا ثاني، باسكو كان هذا صاحبي كيما كنا مع بعض. قلت له لا راك موسوس برك، بالك مكتوبة ربي لقاهم اليوم، يعني ماشي مع بعض من بكري. قال لي والله غير تشوفي وما زال. بعد ايامات عرف فوزي انه هذا صاحبه عرف باللي تزوج من امرأة غير شاهيناز، اي راح خطبها كي قبلت تتزوجها. المهم قال لي هكذا فوزي عليهم، ما قال لي والله غير كيما خانتني انا 10 8 سنين تخونه هو مازال، باسكو ديك ما تستامنش كامل. واحد الليلة كنت نستنى في فوزي راح عند امه، يعني راح عند يمه، وطول ما جاش. بقيت انا ما بين الطاقة والصالون، حتى شفت مراد جايز من قدام الدار. ما درتلوش حساب، قلت بالك جايز برك. مي بعد نص ساعة عاودت طليت وشفته يخزر في الباب والطاقة، ثم دخلني الوسواس وش حب هذا. قعدت خايفة من فوزي يشوفه، ما رحتش حتى شفته وصل بالطونوبيل قدام الدار. حوست على مراد ما بانش. والغدوة من ذاك عيطت لسامية، قلت لها
وقلت لها اهدري مع راجلك يشوف معاه، ما راهوش حاب يخرب لي داري. سامية تفاهمت مع راجلها وحكموا هدروا معاه. هو قال ما قدرتش ننساها، مانيش عارف كيفاش راني نحوس عليها مازال. سامية رجعت لي الخبر وقالت لي خلاص تهني، رانا تفاهمنا معاه، قال ما رانيش قادر ننساها. قلت لها وعلاش؟ كي كنت عنده كان يضربني ويعايرني وحتى عمره ما قيمني، واليوم كي تهنيت مع غيره حاب يخرب لي داري. قالت لي ما تعمريش راسك بيه، انا وخوه هدرنا معاه، واذا عاودتي شفتيه قولي لي نهضروا مع عمو يتفاهم معاه. المهم هذوك الايام ما زادش دار كامل. واحد النهار صبحت صباح مريضة في حالة، قعدت طول النهار مريضة، حتى في الليل جاني فوزي قال لي قلت لك والله غير تعيا وتخونو. انا شفت فيه بوجه صفر وقلت له شكون، وهو جاني يجري شدني وقال لي وش بيك؟ قلت له راني مريضة من الصباح. قال لي مي صباح خليتك مليحة؟ قلت له ما كانش المرض حاكمني مليح. هو داني للسبيطار وثم قال لي طبيب راكي بالحمل مدام. انا فرحت وقلت له من الحمل تاعي اللي فات ماشي كيما هذا. قال لي كل خطره كيفاش. المهم رجعنا للدار فرحانين، وقال لي وش راكي حابه تاكلي؟ كان هو فرحان اكثر مني. بعد 4 شهور قدرنا نعرفوا جنس البيبي، كانت طفله. قال لي نورمال، ما عندي حتى مشكل مع الذراري، طفله ولا طفل، الفايده كي عندي أولاد هذيك هي فرحتي. المهم في الشهر السابع بديت نحضر في جهاز البيبي. أما بنتي أسيل كانت غايرة بزاف منها، وعلاش نشري لختها وهي لالا. المهم كي صاروا ايامات على الزيادة قال لي فوزي ما قلتلكش بلي شاهيناز حملت، وراجلها ما حبش البيبي باسكو شك فيها إلا عندها علاقة مع كاش واحد، والبيبي ماشي وليدو، وصيف عليها تنزل البيبي. انا حيرتني الحكايه. قلت له وعلاش تزوجها كي راهم موسوس منها؟ قال لي وقيله راهو تزوجها غير نزوه وشهوه، يعني ما كانش حابها هي، كان غير سخف عليها وخلاص. قلت له قال ماشي حبها كزوجة يمات ولادو. قلت له اسمح لي هذا عالم به ربي، كيفاش عايش معاها إذا تزوجها غير نزوة؟ معناتها هذا ماشي راجل، استغفر الله العظيم من عباد كما هذا. قال لي انت في بالك يتزوج بمرأة كانت عشيقة صاحبه وزاد طلقها بسبب أنها خانته؟ قلت له ربي يهديه، كان ما عندوش وعلاش يتزوجها؟ بدات الناس بزاف. قال لي بلاك كانت عجبته من قبل، تزوجها غير باش ينحي الشحنة هذيك اللي في قلبه، وكي حملت ما حبش البيبي منها. المهم جوزت 4 أيام وزيت سيزاريان باسكو البيبي نشفت من الماء. كي زيت جاتني الفرمليه قالت لي مبروك عليك مدام، مش حابه تسمي وليدك؟ قلت لها سلافه. قالت لي مي سلافه اسم طفله ماشي اسم طفل. قلت لها ايه على بالي وهكذا حابه نسمي بنتي. قالت لي مدام انتي جاك طفل ماشي طفله، وعلاش ما قالتلكش الطبيبه ديالك؟ قلت لها انا فاجأتني. قلت لها والله غير قالت لي عندك طفله ماشي طفل. قالت لي بتبسيمه لا عندك طفل نورمال، موالفه تصرى هذه الاخطاء عادي. انا فرحت بزاف كي جابوا لي وليدي، كان لابس الغوز. جاني فوزي ميت بالفرحه وقال لي شفتي الطبيبه كانت غالطه في جنس يعني الجنين. قلت له ايه واش ناوي تسميه؟ قال لي والله ما خممت، مازال ما كملناش الهضره نطقت وحده معانا قالت لنا سميوه عبد الفتاح باش ربي يفتحها في وجوهكم ووجهه ثاني ان شاء الله يتربى في عزكم. المهم خرجت من السبيطار وجازوا ايامات مع راجلي ولادي كلها حب. حتى واحد النهار جاتنا شاهينة الزعفانة طبطب، انا غير شفتها من الطاقة عيط الفوزي راح فتح لها وقالها وش جابك؟ قالت له انت سبابي في زواجي، حرضت عليا راجلي باش يطلقني. قالها فوزي ما عنديش حاجة فيك وعلاش ندخل في حياتك انا؟